الشباب على الموجة والرياضة على الموجة يعني تبقى الموجة 108 اف ام 108 اف ام. الحكاوي الرياضية والغنى والشبابية كلها على الموجة 108 اف ام. الشباب والرياضة زي ما الكتاب بيقول 108 اف ام. هذا هو استوديو 16 استوديو إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة مع الأصدقاء في كل مكان. أصدقائي فترة إذاعية جديدة معكم حتى الثانية. على هندسة الهواء محمد نور، وأسعد بلقائكم من جيم محمد جراح. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. حلوة يا بلدي، غالية عزيزة، من أسوان لرشيد والجيزة. ومحل الميلاد فين؟ مصر. محل الميلاد مصر. محل الميلاد مصر. إعداد وتقديم انتصار غريب. أدينا بندردش، ورانا ايه ورانا ايه، بنحكي ونفرفش، ورانا ايه ورانا ايه، نحب نتعرف. الاسم ياسر محمود عبد الستار، وشهرتي جاسر المصري. ومن يا بلدينا محل الميلاد أرض اللواء العجوزة. أحسن الشعر الغنائي جاسر المصري. أرض اللواء يعني منطقة فيها زخم وفيها فيها يعني حياة فيها حياة نصنفها بمنطقة يعني خاصة بطبقة متوسطة، منطقة شعبية، منطقة ممكن تبقى منطقة شعبية. المنطقة الشعبية بتبقى فيها زحام كتير وفيها ناس كتير فيها تكدس سكاني، فبتطلق عليها منطقة شعبية. أيوة. فأرض اللواء هي منطقة صغيرة أي نعم، بس فيها ناس كتير جدا. أنت اتولدت وما زلت عايش فيها. وما زلت عايش فيها. فيها. صغير خالص. إيه ف يعني لسه ما سبتش لا لسه لحد دلوقتي ما هو عايش هناك، بيت أهلي هناك. أصحابك بقى وحبايبك. أصحابي وأهلي هم في مكان الإقامة هناك في أرض اللواء. تحس بحميمية كده الواحد لما بيجيب فترة عن المنطقة بيحس ان هو مشتاق يرجع تاني ليها. يعني لما بغيب او اسافر او اروح الشقة التانية او حاجة زي كده، بحب ان انا ارجع اقضي فيها ايام. جيرانك هم من ساعة ما اتولدت؟ تختلف الاعمار بس الناس بتكبر وبتكبر. بس معظمهم ما اتغيروش يعني. لا ما اتغيروش. ما سابوش المكان. لا ايوه. عادة اللي بيقعد في مكانه بيحبه ما بيسيبوش. ايوه ده كويس ان انت تعيش في وسط ناس فترة من الزمن طويل لحد ما تتخرج وتشتغل بتحس ان هم اهلك. يعني الناس اللي حواليك لما بيكبروا معاك ويبقى سن متقارب، او لما بتشوف الناس دي على مدار مثلا 20 سنة او العمر دوت، بتحس ان هم اهلك. ما اتغيروش؟ لا ما اتغيروش ناس. يعني الوقفات بقى والجدعنة لا يعني بتختلف بسيطة. يعني بقت والمجاملة والحاجات دي هي لسه موجودة بس بدأت تقل بسيط. يعني ايه اللي بدأ يقل؟ متهيألي بقى كل شخص بدأ بيحب نفسه أكتر. يعني بس الأول بس ما زالت برضو في برضو الحتة المصرية، الجدعنة المصرية. زمان كان مختلف جدا. يعني مشاركة مثلا في الأفراح كان أكتر. مش أفراح، ده المشاركة في البيت كمان. يعني تحس إن هم عايشين معاك وأنت عايش معاهم. دلوقتي بقى كل واحد منفصل عن التاني. بس الوجود بس بقى زي ما بتقولي في الأفراح والحاجات بس اللي هي الكبيرة بس مش أكتر. أيوة. بس اهو. طب ايه من ملامح أرض اللواء بيميزها عن غيرها من الأماكن غير الزحمة والناس والحميمية والكلام ده؟ يمكن عشان بس انا اتولدت فيها. لا يعني